15. نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر وأصيل. ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر وأصيل. نبني والسماحة الربانية. كل واحد من ولاده في مجاله يساوي 100. يلي فيك الإنسانية والسماحة الربانية. كل واحد من ولاده في مجاله يساوي 100. كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا. كلنا يا مصر جينا نوفي عهد ودين علينا. نبني ننتج نعلى نسبق كل خطوة ب1000 ميل. يلي عاش حبك يعلم. يلي عاش حبك يعلم. يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. أهلا بيكم ووحشتوني، وأنا شاكر لكل من اتصل بي ولكل من لم يتصل. الرسائل وصلتني وإشعاع المحبة واصل. وشكرا للزميل الأخ العزيز الأستاذ محمد أمين المذيع اللي ساعدني وملأ الفراغ الذي تركته بالرغم مني وأنا في وعكة ومرضي. وشكرا للأستاذة المخرجة العزيزة الزميلة الأستاذة الدكتورة منال محروس. الاستوديو وحشني، العمال وحشوني، المهندسين وحشوني. وحقيقي لما الواحد بينتمي إلى مكان لا يعوضه مال الدنيا. فأشكركم وربنا يبارك فيكم جميعا. النهارده في ذكرى محمد عبد الوهاب. عشان اخش في الموضوعات الجد على العموم، محمد عبد الوهاب
انتوا عارفين انه موسيقار الاجيال، ولحن من ام كلثوم لشكوكو وما بينهما، ولحن لي انجليزي. يعني الحكايه مش ناقصه، رجل السبيكترم بتاعه عريض جدا ومساحته يعني سابغه وعظيمه. داليدا ذكرى وفاتها في سنه 87 في 3 مايو. وداليدا ايطاليه مصريه من شبرا. ذكرى وفاة محمد رشدي في 2 مايو. و2 مايو يعني عيد العمال في 1 مايو. و يعني حكاية ومحمد رشدي في مايو، عيد العمال برضه في 1 مايو. كل اللي عيني تشوفه من صنعة ايديك، يعني الكلام موجه من صلاح جاهين للعامل من خلال غناء سمير الاسكندراني. كل اللي عيني تشوفه من صنعة ايديك، فستان حبيبتي والهرم، حديد كباري النيل واسفلت الطريق، اوتار كمانجات النغم، سيجارتي والاتوبيس وسرية العلم، وكل نجمة في العلم، وكل يوم او كل لون سبقتهم نسجتهم، غزلتهم نور من عينيك، الله عليك. ده صلاح جاهين في تحية للعامل في عيد العمال. لما واحد نقول عليه راجل، راجل دي كلمة كبيرة قوي، يعني فارس، يعني مقاتل، يعني باشا، يعني ما ينكسرش، يعني تصرفاته كلها كرم وفخامة وعظمة. احنا ربنا رزقنا بريس في هذه الصفات، وبالراحة جدا، طبيعته كده. من عظمة ربنا ورحمته ببلدنا انه بعت لنا رجل بمعنى الكلمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل بمعنى الكلمة. انا بقى لحد يقدر يقول دي قناة خاصة بياخد فيها قد كده، انا بعشق هذا الرجل، لان انا راجل وطني اساسا، ومصر كلها والعالم العربي عرفني ان انا وطني. انا ارشدت عن اكبر قضية تجسس وانا طالب في ايطاليا، ولم يستطيع ان يعبث بدماغي، المال او الخمر او النساء او الاساليب بتاعة الموساد، ما قدرتش. انا ما يخشش دماغي، واعتبره زعيم، ازعمه واسيده على نفسي، واسمع كلامه، واديله القياد، واديله رقبتي، اقول له اتصرف زي ما انت عايز وانا وراك بروحي وبقلبي وبدمي وبوجودي، الا لما اقتنع بيه. الراجل يقعد ياكل مع حد لقمه فانتهى، يبقى مسؤول عنه. اللي حصل ببساطه شديده اليومين اللي فاتوا، اللي ما كان راح الرئيس اثيوبيا الحبشه، واتفق على موضوع الميه ومشكله الميه، وبعدين اللي حصل ان داعش بجلاله قدرهم، الله ياخدهم في اي مكان، اللي حصل انهم جابوا مجموعه من الاحباش اللي بيشتغلوا في ليبيا، وخاطفوهم وحددوا اقامتهم عشان يعملوا العمليه الحقيره الغير انسانيه البشعه، قولوا فيها زي ما انتوا عايزين، عمليه الذبح البشري اللي بيعملوه. حصل كده، الرئيس عرف فبعت فرقه من فرقه، ما هو موكل عنا، بعت فرقه من ابطال مصر من الجيش المصري. الفرقه دي بقى ايه؟ قوات خاصه؟ ما نعرفش. قوات صاعقه؟ ما نعرفش. هو قال بس فرقه، مجموعه من الاكفاء من المخابرات العامه،
مجموعة من المخابرات الحربية، محدش عارف، بعت مجموعة خطفوا دول وجم مصر. وعمل ايه؟ نزلت الصور في التلفزيون امبارح، اول امبارح، عيال يا عيني ولادنا بسطاء احباش من الحبشه. المجموعه بسطاء جدا وغلابه، نزل وراح ونزل المطار عشان يستقبلهم، مش راح يستقبل رؤساء دول، ولاد غلابه بسطاء. راح لهم وقال لهم ان احنا بنشرب من ميه واحده، احنا والسودان والحبشه، احنا من ميه واحده بنشرب. وبالنسبه لليبيا، ليبيا انتوا ملكوش علاقه بيها ومش على حدودكم، لكن ليبيا على حدودنا وانتوا جوه ليبيا، فاحنا مسؤولين عنكم، ولو احتجتونا في اي وقت احنا موجودين. راح لهم مره الحبشه واتفاهم معاهم وخلصت مشكله الميه، لم يتركهم، واعلن ان مصر مسؤوله عن المنطقه، ومصر فعلا مسؤوله عن المنطقه. وربنا يبارك لنا في السيسي اكتر واكتر، ويبارك في رجالتنا اكتر واكتر، وهنكمل المشوار دايما باذن الله وان شاء الله. بالسد العالي وبهارا ونيل
آه الأغنية حتى بتتكلم عن أحداث النهارده، بتتكلم عن السد العالي، بتتكلم عن هرمي ونيلي والقنالي. كان زخم من العواطف الوطنية في وقت ما، وده انتوا بتحصلوا المرحلة من خلالنا. احنا عندنا مجموعة ضيوف النهارده، ضيوف حلوين وهبدأ. احنا بنحب الأغاني المتطورة، وأنا شخصيا بالذات يعني ليا باع في هذا الموضوع. لما قدوا كالمياس اللي بقالها 800 سنة يتغير كلامها وتسجل في انجلترا بعازفين انجليز وبإيقاع ديسكو، يعني اللي جاب لكم الإيقاع ده من حوالي حاجة و30 سنة هو العبد الفقير. المهم انه احنا برغم ذلك احنا بنحب الأغنيات الأصيلة العريقة. فاحنا هنقدم لكم ولد من ولادنا اسمه طارق إسماعيل، هيغني لنا أغنية رائعة، وأرجو إنه يغنيها كويس. هو صحيح الهوى غلاب، معرفش أنا، من مقام الصبا. وطارق قلبي معاك، وأدعو لك بالسداد والتوفيق. هو صحيح 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 الهوى غلاب، معرفش انا. هو صحيح 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 الهوى غلاب، معرفش انا. والهجر قالوا مرار وعذاب، والهجر قالوا مرار وعذاب، واليوم اليوم بسنة. جاني الهوى
من غير مواعيد، وكل مدى حلاوته تزيد. جاني الهوى من غير مواعيد، وكل مدى حلاوته تزيد. ما احسبش يوم هاخدني بعيد، ما احسبش يوم هاخدني بعيد. يمني قلبي بالافراح، وارجع وقلبي كله جراح. يمني قلبي بالافراح، وارجع وقلبي كله جراح. جراح جراح. ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى، ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى، اهو ده اللي جرى. وانا 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 معرفش معرفش انا. جميل، احسنت يا ولدي العزيز، برافو يا طارق. عندنا ميادة ميادة طارق، ميادة مجدي يا حبيبتي يا مصر، مش كده ميادة؟ مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. ولا شاف النيل في أحضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالي القمر. أصله معداش على مصر، أصله معداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر. ما شافش الرجال السمر الشداد وفل المحن، ولا شاف العناد في عيون الولاد وتحدي
الزمن ولا شاف إصرار في عيون البشر، بيقول أحرار ولازم ننتصر، ولا شاف إصرار في عيون البشر، بيقول أحرار لازم ننتصر. أصله معداش على مصر، أصله معداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. كله سقف لميادة. برافو برافو يا ميادة، احسنتي. دلوقتي عندنا هاني صابر، هتقول ايه؟ قول لكاظم تاكلين. كاظم ايه الاغنيه اللي هتقول؟ تاكلين عندي. طيب يا حبيبي، من غير مزيكا ان شاء الله. طيب. تقولين عني بأني أغني لغيرك أنت، فهذا تجني. ظلمت غنائي وزدت عذابي بزيف اتهام وشك وظني. حرام عليك فإني بريء، وزيف جميع الذي قلت عني. بغيرك لا تمنى انتماء، وإنك عندي اختصار التمني. وكيف تصرين أن تسبحيني وتجري ذم القلب كي تتحني. حرام 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 ميرسي يا هاني، شكرا، نورت يا هاني. دلوقتي بيقولوا عنك، انت اسمك ايه؟ يوسف. يوسف. وانا اسمي يوسف. وانت كمان يوسف؟ طيب مين يا عبد الحميد؟ اديني المايك. اسرع يا عبد الحميد. جميل جميل. ده انتوا هتعملوا لنا مشكلة بالطريقة دي. ها انا بقول معاها اقول معاها. طيب انت اسمك ايه قلت؟ يوسف. يوسف افندي. تعالى كده. وانت كمان جميل، لان اسم يوسف ده مرتبط بالجمال وسيدنا يوسف. يوسف ايه يا حبيبي؟ هو ده يا حبيبي. ينفع اغني اي اغنيه ثانيه؟ ده ايه ده؟ هو يمسكه في ايده ويحط المايك في ايده كده ويتكلم. طيب خلي ده كده. طيب انت بتغني؟ اه. بتقول ايه؟ اغنيه ابن الشهيد. اغنية ايه؟ ابن الشهيد. ابن الشهيد. اه. وده اخوك؟ اه. اسمي ياسين احمد عبد الهادي. اسمه ايه؟ ياسين. حسين. ياسين احمد. ياسين قلب القرآن. ياسين احمد. بتغني ايه يا ياسين؟ بغني زي يوسف. المفروض ان يوسف يغني زيك لان هو الاصغر. بس انا حافظها اكتر منه. الاثنين حافظين برضه. يعني هو هيقول اول حته وانا اقول بعدين. طب اتفضل. هو هيقول الاول. لا قول انت الاول. ماشي. عشان مش عارف اول حته. قول بس. طب اتفضل قول يا يوسف.
قول يا ياسين. أحب أعرف الجميع أديك نبذة عن حياته، ليا الشرف ولد الشهيد اللي افتخر بإنجازاته، في عز ليله كان بينزل للدفاع عن خليك غني، بس خلي ده بعيد شويه. يلا قول يا حبيبي، قول. انا وصلت لحد فين طيب؟ خلي البعد، قول تاني من الاول. ماشي. أحب أعرف الجميع أديك نبذة عن حياته، ليا الشرف ولد الشهيد اللي افتخر بإنجازاته، في عز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماتة، عرض حياته 1000 مرة للضياع، ما يستاهلش كرها أبدا أو شماتة. واحب افكركم جميعا لو نسيتوا اللي اتحرم دلوقتي منه اهل بيته، وعشان امنا بالغدر وبالشهادة. قول يا يوسف. كم؟ قول. قلنا العمل لك للوطن أفضل عبادة، قلنا العمل لك للوطن أفضل عبادة، اللهم الاعتراض دي أكيد حاجة مكتباله، هبقى زيه مش هخاف كمل المشوار بداله، سامعين؟ في عز ليله سامعين كان الوطنية بينزل والبطولة. عن كل شبر في الوطن وباستماتة، ربنا يخليك. عرض حياته 1000 مرة للضياع، ما يستاهلش كرة أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيتوا اللي الحرام دلوقتي منه أهل بيته، وعشان أمنا للغدر بالشهادة. طيب كنا العمل لك خلاص يا حبيبي. تعال انت كمان ليك واحد. برافو. تعال يا حبيبي. طيب إيه اسمك ايه يا حبيبي في الاخر؟ في الاخر يوسف. وانت؟ يوسف برضو. طيب يوسف اللي في النص، اتكلم في المايك. بص قرب المايك ده كده اهو. اتكلم في المايك. يلا يوسف. يلا حبيبي. تقول ايه؟ انا اغني اغنيه شعبي وخلاص. ايه؟ اتكلم في المايك. بتاعت الو. هو عارف اغنيه يا عم قصده. عارف غنوه؟ اتفضل قولها. الو تيجي. ايوه حبيبي مش هروح، انا قاعده مستنيك لوحدي، مش هروح ابعد المايك، وانتوا علوا من عندكم من الكيوبيك المايك شويه. مش هروح، ما ينفعش. طب قول يا حبيبي. مش هروح وبعني مع النيبة ومش هتروح، ما تحطش الميكروفون في بقك. مش هروح وبعني مع النيبة ومش هتروح. يعني انا اللي عندي 4 أولاد بيحبوا مصر، حلوين واذكياء، وكلنا هنسقف لهم ونبوسهم. طيب عندنا ايه؟ عندنا علي خيري. حانات ايه اسمها؟ ايه الذكريات؟ ايه خانات الذكريات؟ اسمها كده؟ اسمها كده. طيب اتفضل يا علي. يلا دي هي جت على جرحه يعني، ما الجراح بالكم في قلبي وادي يعني، بس كان في شبر فاضي، حط جرحك فيه وزود، ويلا دي هي جت على جرحه يعني، ما الجراح بالكم في قلبي وادي يعني، بس كان في شبر فاضي، حط جرحك فيه وزود، اسم جنب الخانة ماضي وجرحي في خانة التعود، وفي خانات الذكريات حط اسمك في المواجع،
تحت بند الملحوظات اكتب ان الجرح واجع، اما في الخانة هنرجع. اكتب انه معادش نافع، انت حاجة من الحاجات اللي في حياتي كتير. لو بترتيب الخانات انت في الخانة الأخيرة. انت جاهل في المشاعر والكلام وياك خسارة. في امتحان الغدر قادر تبقى أول وبجدارة. وفي خانات الذكريات حط اسمك في المواجع. تحت بند الملحوظات اكتب ان الجرح واجع، اما في الخانة هنرجع. اكتب انه معادش نافع. برافو، ما شاء الله عليك، صوتك جميل ومن منطقة اسمها باريتون. بشيء من التدريب تبقى فيه نتيجة رائعة. أحسنت. تعالوا بقى نبعد عن الغنى ونروح لتقليد الفنانين. ايه رأيكم؟ ماهر رشدي، كله سقف له. الفنان مفيد فوزي بيقدم برنامج بيستضيف الفنانين. الناس في بلدي يتساءلون، يتناقشون، يتكلمون عن برنامج مواهب من مصر. ترى ماذا يقول الفنانون؟ ونستضيف في هذه الحلقة مجموعة من الفنانين. نبدأ مع الفنان الكبير عادل أدهم. أستاذ عادل، لو سمحت قل لي من فضلك إيه رأيك في برنامج مواهب من مصر؟ ودي عايزة كلام يا باشا. برنامج مواهب من مصر ده أحسن برنامج أنا بتفرج عليه والناس كلها بتتابعه يا باشا، ولا إيه يا إخوانا؟ ومعنا أيضا الفنان محمود المليجي. نفس السؤال يا أستاذ محمود. طب وشرف المهنة في كل اعتبار. البرنامج دوت أنا بتفرج عليه من أيام ما كنت في كي جي 1. برنامج جميل جدا ومش عايز أي كلام علشان ما أعملش أي مشاكل مع أي حد، وطول ما هنا نضيف ودعاء الوالدين ما تخافش من حاجة أبدا. وأيضا معنا الفنان علي الكسار. إيه رأيك يا أستاذ علي في برنامج مواهب من مصر؟ أنت مصيبة إنك دلعت لعمرك. إيه دي؟ حد يسأل السؤال ده برضو؟ الولية حماتي مطلقاني، أنا في إيه ولا إيه؟ اسمع نقولك، البرنامج ده جميل خالص، أنا بتفرج عليه من ورا الولية حماتي لحسن يعمل لي مصيبة. وأيضا معنا الفنان عادل إمام. يا أستاذ عادل قول لنا رأيك في برنامج مواهب من مصر. طب حد يقول له حاجة يا جدعان، بلاش أنا أتكلم يعني. يا عمنا. الله 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 يا إخوان. ده كلام يتقال يا جدعان. ده برنامج 100 100 بصراحة. يعني أنا عن نفسي أنا وزمايلي اللي الطلبة يعني بنتفرج عليه. مش كده ولا إيه يا مرسي؟ هو دراعك لسه موجعك ياض ولا إيه يا جدعان؟ ومعنا أيضا الفنان إسماعيل ياسين. قل لي يا أستاذ سمعة إيه رأيك في برنامج مواهب من مصر؟ جاتك البلاء والبال. جرى إيه يا عم؟ جرى إيه يا أخوي؟ أنا يا أخويا مع إني شلاضيمي كبيرة أوي زي ما أنت شايف كده، بس بتفرج على البرنامج ده. حتى أسأل المعلم عبد الفتاح القصر. مش كده ولا إيه يا معلم؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراك على جوانبه الدامة. بقول لك ايه، وحياة نورماندي 2 انا بتفرج على البرنامج دوت ومتابعه قوي، لانه برنامج بصراحة 100 100. انت ايه ما بتفهمش سويسي؟ ومعنا فنانة عظيمة الفنانة ماري منيب. قولي لي من فضلك ما رأيك في هذا البرنامج؟
بيتكلم دوت صابر صبربر صبربورة جوز بنتي. مالك يا خايب انت يا نايب؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ انا حماتك مدوبهم 2. وايضا معنا الفنان الكبير امين الهنيدي. قول لنا رايك يا استاذ امين في هذا البرنامج. يا لهوي جراي عب انت، ايه حكايتك معايا بالظبط؟ البرنامج دوت انا بتفرج عليه انا وبناتي، مش كده ولا ايه يا بنات بابا حازي يا بنتي حازي. ومعنا ايضا من ضمن الفنانين الفنان الكبير سمير الاسكندراني، نستضيفه. احسنت، اتفضل. نستضيف الفنان سمير الاسكندراني ليقول لنا رايه عن برنامج مواهب من مصر. يعني انا بقول ان البرنامج دوت بيطلع اعظم المواهب واجمل الشباب، شباب زي الورد زي ما انتم شايفين اهمت، بيغنوا وبيعزفوا وبيقولوا الشعر، وفي ناس بترسم طبعا. ترى يا استاذ سمير هل اطلب منك ان تؤدي لنا جزءا من اغنيه شهيره لك؟ طبعا بكل سرور. اقول ايه؟ مين اللي قال؟ اغنيه مين اللي قال، ولو ان انا لغايه دلوقتي ما اعرفش مين اللي قال الحقيقه. مايك جون 1 2 3 يلا. مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عيني؟ دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عيني. يا شو يا متداري داري الدموع داري، عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان، نرتاح من الحرمان. نشكركم جدا على متابعة هذه الحلقة. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. برافو عليك يا مان، برافو حبيبي. آية الكحلاوي. ايه يا آية؟ طب الكاميرا فين؟ بص يا حبيبتي. عظيم. انت خليكي في مكانك طيب، وامسكي المايك. لا انت خليكي ماسكه الصوره وقربي لها المايك. كلميني عن الصوره. ده طبعا الرئيس، طبعا كلنا بنحبه، بنموت فيه، فرسمته عشان كلنا بنحبه يعني. هل انت شفتي رجل بهذه العظمه من الرؤساء اللي كانوا موجودين الفتره اللي فاتت؟ شفتي حد قرر انه يحصل على موقف، قرر على انه يطلع يغزو اوروبا ومؤتمر دولي يجي هنا في مصر على البحر الاحمر، مؤتمر اقتصادي تتحرك دول العالم، الاتحاد السوفيتي يقول له انا تحت امرك، اخيرا اسبانيا تقول له ان احنا وانتوا واحد، اللي انتوا عايزينه هننفذه. يا ريت الكاميرا، الصورة بتاعت الرئيس. طيب ودي ايه يا حبيبتي؟ طبعا ده بيبين الوحدة الوطنية، مسلم ومسيحي. ايوه. وكاتبة يا كل مصر في كل شارع حبنا طوق النجاة. يا ريت الكاميرا تخش زوم ان يا حبيبي. انا عندي المونيتورز ما فيهوش. طيب ايوه يا عبد الحميد، دي فكرتك يا حبيبتي؟ لا دي نقلاها. دي ايه؟ نقلاها. بس احسنتي كويس. في تاني؟ دي طبعا لما كان الدم كتير وكده، فطبعا دموع في عيون مصر. هايل، احسنتي. دي حاجة كده ده حاجات لطيفة، خطوطك جميلة والوانك حلوة. ده سباق الخيل. كويس قوي. اسمك ايه؟ اسمي آية كحلاوي. آية كحلاوي. انت أمورة يا آية وفنانة كويسة جدا. ربنا يخليك. تحية لآية كحلاوي.
طيب دعاء كامل. دعاء هتقول لنا شعر؟ طيب اتفضلي يا دعاء. قصيدة بعنوان عشان انتي ساذجة ما بتعرفيش. عشان ايه؟ عشان انتي ساذجة ما بتعرفيش. هي عن مصر اصلا. عشان انتي ساذجة ما بتعرفيش، دايما مشاعرك ما بتحسنيش، عينيا بتنظر لضي النجوم وانتي غير الارض ما بتشوفيش، طريقك تملي بعكس الرياح ومعجم حروفك ما يعرف سماح، عشانك بقاسي ولا بتعذريش وحاول معاكي ما تتغيريش، وبتحبي ذاتك ولا بتفكريش وصامتة وساكتة وما بتسأليش، عشان انتي ساذجة ما بتقدريش. إذا كنت بحلم أعيش فوق السحاب وكل اهتماماتي بالأغنيات، فانتي اهتمامك متاهة وسراب، ومين اللي عايش ومين اللي مات، لا قادر أشدك معايا لفوق ولا أحصد معاكي غيطان القهات، عينيا بتحلم بلون الشروق وليلك تملي ملهوش نهايات، وشوقك موجة لصوت الانتحاب وقلبي تهز الطبول والنيات، وانا في حلم دايم وما بينتهيش وانتي صايمة عن الحلم ما بتحلميش، سفينة عواطفك في بحري غريقة عشان جهلة معنا اختلاف البحور، ونواة هواكي شديدة وجريئة تحطم مشاعرك تهدم جسور، في مجك وجزرك تتوه الحقيقة وموج قلبي هادي ما يعرف يثور، وفوق شط تحس النوارس طليقة ودايما سماكي مليان بالنسور، بتحييني نسمة لطيفة ورقيقة ويسعدني أشوف الندى عالزهور، وضلة في هجيرك أنا ملتقيش وكلمة مجاملة ورضا ما بتقوليش، عشان انتي ساذجة ما بتقدريش، بيرسم زمان الأسى فوق خدودك جناين بتطرح جداول دموع، ومطرح ضوافره تعلم في عودك عواصف بتطفي في عروقك شموع، تغيب الابتسامة في شفايف ورودك وضحكك يطف في الجذور والفروع، فآسف لعجز اجتياز لحدودك وأحسن لي أمشي في طريق الرجوع، وارجع أمارس حياتي وأعيش واحلم بفرح اللي جه ملقانيش، ورأيي النهائي انتي ما تنفعنيش عشان انتي ساذجة ما بتعرفيش. برافو دعاء، احسنت يا دعاء. دعاء ده كلامك؟ انا عامله 40 قصيده بس لغايه دلوقتي ما لقيتش حد ينتج لي اعمل دوين. سيبيها على الله وربنا يسهل لنا كلنا ان شاء الله. طيب يا دعاء احسنت يا دعاء. في طارق اسماعيل. لا ما انت قلت يا طارق. في حد جنبك اسمك يا حبيبي؟ حسين أشرف. طيب يا حسين اتفضل. حضرتك انا هعمل مشهد من فيلم نور عيني. مشهد لما هو بيكون جاي من بره ويلاقي اخوه ميت في المستشفى، تمام؟ بس حضرتك بس حد يساعدني يعني. بس خلينا مع الكاميرا. انا مع الكاميرا. المايك لازم يكون طيب يلا جرب الميكروفون اتكلم فيه، اتكلم فيه علشان بجوه يعرفوا هيعملوا ايه. يلا حبيبي. لا اهدي اتكلم في المايك قول هلو. الو. طيب تمام كويس يلا حبيبي. لا اهدي مفيش حاجه. انا عارف دايما يعني هو متعود في البيت يعني يخضنا. علي صوتك. انا متعود دايما اللي هو يعني في البيت دايما بيخضنا يعني وانا ما بتخضش يعني، وانا عارف كمان ان هو زعلان مني. صح يا اسلام انت زعلان مني؟ انت عارف يعني ان انا بحبك يعني وبخاف عليك، اكيد انت مش زعلان مني صح؟ وبعدين بص جبت لك ايه؟ بص السلسله انت كنت بتحبها، انت فاكرها بتاعتي؟ انا بتاعتي السلسله الفضه دي، الجلد اللي انت بتحبه. اسلام بص على السلسله اهي. اسلام رد عليا يلا قوم معايا. انت بتعملي ايه؟ قوم يا اسلام.
لا تعالى معايا، تعالى معايا. اوعى سيبوني، سيبوني يا بابا يا امي. اول يوم بيعدي عليا وانا لوحدي، انا لوحدي، صحيت عيني لقيتني بنادي بقلبي وروحي بنادي عليك. كده برضو تسيبني وازاي تمشي وما تكلمناش؟ عايز اغمض واحلم ان اليوم ده ما جاش. كده برضو تسيبني وازاي تمشي وما تكلمناش؟ عايز اغمض واحلم ان اليوم ده ما جاش. لسه هحاول اغلب يأسي، لسه هحاول اصدق نفسي، لسه هحاول اصدق اني فرقت عني. اول يوم بيعدي عليا وانا لوحدي، انا لوحدي، صحيت عيني لقيتني بنادي بقلبي وروحي بنادي عليه. احنا التايمنج بالنسبه لنا خلص ولا لسه؟ طيب تيجوا نغني بلادي بلادي سوا يا سمرة، اتفضل. بلادي 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 حبي وفؤادي، ريادي بلادي 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 حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد أنت رايتي والمراد، وعلى كل العباد كاملين من بلادي 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 حب